ازيكم؟ انا منى، وهحكي لكم حكايتي. الحكايه بدات معايا وانا رايحه الكورس بتاع الدبلومه بتاعتي. ما هو انا نسيت اعرفكم، انا خلصت كليه حقوق بقالي سنه، وحاليا انا بعمل دبلومه. فوانا رايحه الكورس لقيت شخص ماشي ورايا، كنت حاسه بمشيته بس طنشت. فوانا مروحه تاني من الكورس برضو كان ماشي ورايا، فطلعت البيت وهو فضل واقف تحت باصص عليا. بعدها بيومين لقيتهم بيقولوا لي الحق يا منى، في عريس جالك. فانا ما كنتش ولا موافقه ولا رافضه، كنت عادي لحد ما قالوا خلاص هتقعدي معاه وتشوفي ايه، لو عاجبك تمام، لو مش عاجبك خلاص نقول له مع السلامه. فالمهم قعدت معاه ولقيته شخص كويس وطيب، بس اسمه ده مش غريب عليا. بعدها مفيش بيومين قال لي يلا بقى، عشان اداني رقمه وقعدنا نتكلم شويه وكده، وقال لي يلا بقى عشان اعرفك على اهلي، نفسي اعرفك عليهم جدا. فانا لسه ما كنتش وافقت. فبعد كده لقيت في واحد وقفني في الشارع وهو بيعيط، فببص مين ده. قال لي انا عارف ان انا ممكن اكون اهبل شويه، وعارف ان انتي مش عارفه هتعملي ايه بعد ما تسمعي الكلام ده، بس اللي متقدملك ده اخويا. فببص للشخص وبدقق فيه اللي بيتكلم ده، لقيته شخص كان بيحبني من 3 سنين. فما لقيته بيقول لي ده اخويا، ما عادش عارفه اعمل ايه. قال لي هو ما يعرفش ان انا بحبك، وانا كنت هسكت وكان ممكن ما اجيش اقولك ان احنا الاتنين بنحبك، بس خفت لما تتجوزوا واشوفك طالعه نازله عند امي، اكيد هيبان عليا واكيد هخسر اخويا. علشان خاطري بلاش توافق عليه. وانا ما عدتش عارفه اعمل ايه. العريس اجا وماما وبابا انبهروا بيه. كانوا الاول قايمين افكر، بس هما كانوا في الفتره دي بيزنوا عليا كل يوم ان انا اوافق، عشان هو طبعا عريس لقطه ومفهوش ولا غلطه. كل حاجة عنده جاهزة، عنده العربية والشقة وعنده فلوس، كل حاجة، كل مقومات العريس الكويس موجودة فيه. فأنا هرفض على ايه؟ وكمان أنا يعني اللي قد اتجوزهم. ففكرة ان انا ارفض من غير سبب دي اهلي مش هيقبلوا بيها خالص. وكمان ولا عايزة ده ولا عايزة ده، لان انا مش هتجوز واحد. ما انكرش ان اللي وقفني في الشارع ده انا كنت برضو يعني بحبه شوية، بس برضو مش هيبقى خلاص، ما عادش ينفع ان انا اوافق على ولا ده ولا ده. اللي وقفني في الشارع ده اسمه ادهم، والعريس اللي متقدم له اسمه آسر. فادهم ما انكرش ان انا كنت بحبه شويه، بس حتى مهما حصل مش هوافق عليه خلاص، لان اخوه سبق واجى اتقدم. وحتى لو حبيت اخوه برضه مش هقدر اوافق، ومش هقدر اقول لاهلي. ما هو انا مش هقول لهم الاتنين بيحبوني، مش هيقتنعوا بالهبل ده. حاولت اتهرب كام يوم كده، واهلي برضه مصرين ولازم تيجي تقابلي العريس ده مفيهوش ولا غلطة، انت ازاي ترفضيه؟ انت في ايه وفي ايه وفي ايه؟ المهم بعدها فعلا قابلت العريس وقعدت معاه، وانا نفسي اطلع فيه غلطة مش لاقية. قلت خلاص هعمل خطوبة واتلكك في الخطوبة بأي حاجة واسيبه. وفعلا عملت الخطوبة، واخوه كان واقف بعيد قاعد يبص عليا وهو متضايق وعينه فيها كل الحزن اللي كان المفروض يقلب فرح عشان خطوبة اخوه، بس انا الوحيدة اللي كنت فاهمة ماله. والخطوبة حصلت فعلا، وكنت عاطية لنفسي قانون ان انا محبوش خالص، لان كده كده الخطوبة دي هتتفركش. اللي اكتشفته بعدها ان هو اللي حبني جدا، وما عادش عارفة اقول ايه وازاي ههرب من الخطوبة دي. الشخص فعلا بيعاملني كويس جدا وبيجيب لي هدايا غالية، يعني حتى لو قلت وحش بخيل مفيش اي حاجة تخليني اعرف اهرب منه. عدى شهر والتاني وبعدين ماليش لاي حاجة. اسال صحابي اعمل ايه، محدش عارف. دي تقول لي اديله ميعاد ان انتوا تخرجوا وما تخرجوش، اعمل كده فعلا الاقيه بيستحملني ويقول لي معلش مسامحك.
في مرة اتعصب عليا، قلت بس هي دي المرة اللي خلاص وهدقلع له الدبلة بتاعتي. لقيته جاي بيصالحني بايفون. انا كنت قاعدة مش عارفة طب اقول ايه، واهلي كمان كانوا عارفين ان انا عايزة ايفون من زمان. فده وهو داخل عليا بالايفون، حسيت ان انا لو اتكلمت او قلت كلمة اهلي هيقوموا يضربوني قدامه. مثلت ان انا فرحانة وخدت الايفون، ولقيتهم بيتكلموا في حوار غريب قوي. لقيتهم بيقولوا ان هم عايزين يحددوا ميعاد الفرح. احنا لسه مخطوبين بقالنا 3 شهور، فرح ايه اللي عايزين تحددوا ميعاده؟ بيقول عشان نخلص ونسافر، عشان هو كان من امنيات حياته ان هو يسافر ويشتغل برا، وكان بيحضر للموضوع ده بقاله فترة. فملقاني شديته، بيقول ان انا شديته وعطل اوراق السفر وكده، وقال يمكن استقر برا. فطبعا بيقول ان هو عايز يسافر بيغري اهلي، وبيقول قد ايه ان هو شخص كويس وكده. فماما قالت له طيب يا ابني بس نجهزها. قال لا تجهزوا ايه، انا عندي حاجات كتير في الشقة عندي، وبس هاتوا حاجات بسيطة.